لماذا اتهم نور الشريف بالخيانة؟ عشان نعرف القصة من أولها لازم نعرف هو مين عاطف الطيب، وإيه اللي عمله هو ونور الشريف علشان يتمنعوا من دخول العديد من الدول العربية. أهلا بيكم في القصة من أولها. ولد عاطف الطيب في 26 ديسمبر عام 1947 في مدينة سوهاج. والد عاطف كان راجل مزارع، وبعد ما كبر عاطف شوية قرر أبوه إنه يسافر للقاهرة عشان يفتح محل ألباني هناك، وقرر إنه ياخد عاطف معاه علشان يساعده في المشروع. بس للأسف المشروع ما نجحش، وخسر أبو عاطف كل فلوسه في المشروع ده، وما كانش قدام عاطف غير إن هو يشتغل عشان يكمل تعليمه، واضطر إن هو يشتغل جرسون في الأفراح. وأول ما خلص عاطف في الثانوي قرر إنه يدخل معهد العالي للسينما قسم إخراج. في عام 1970 اتخرج عاطف من المعهد، ولانه كان شاطر جدا اول ما اتخرج اشتغل مساعد مخرج مع شادي عبد السلام ويوسف شاهين. في عام 1982 عمل عاطف اول فيلم سينمائي ليه، وكان فيلم الغيرة القاتلة، بس للاسف الفيلم فشل جدا وما حققش النجاح اللي كان متخيله خالص. في مره اثناء تواجده في معهد جوتا الالماني قابل موظفه هناك لفتت انتباهه وحبها من اول نظره، وعرض عليها الجواز، لكن للاسف ما كانش معاه فلوس في الوقت ده. قال لها انا داخل على فيلم جديد هخلصه وبفلوسه نتجوز. الفيلم ده كان الحب فوق هضبة الهرم للنجم الراحل احمد زكي واثار الحكيم، ونجح الفيلم وكسر الدنيا واتجوزوا فعلا بعد نجاح الفيلم. نيجي بقى للاحداث والتفاصيل المثيره في حلقتنا النهارده. عاطف الطيب اشتهر بتقديم نوعيه افلام بتتكلم عن قضايا اجتماعيه ساخنه، اهتم فيها بالمواطن البسيط وقدم فيها السلبيات بمنتهى الجرأه والواقعيه، وعشان كده لقبوه بمخرج الواقعيه، زي فيلم ضد الحكومه وملف في الاداب والهروب والتخشيبه وغيرها من الافلام اللي وصل رصيدها ل 21 فيلم خلال 13 سنه، اشاد بها البعض وانتقدها البعض الاخر. بس كل الهجوم اللي تعرض له عاطف الطيب على كل افلامه كوم، وعلى الفيلم ده كوم تاني خالص. الفيلم ده كان فيلم ناجي العلي اللي قام باخراجه عام 1992 للنجم الراحل نور الشريف. الفيلم ده كان بيناقش قضيه الرسام الكاريكاتيري الفلسطيني ناجي العلي. الفيلم ده بسببه الدنيا قامت وما قعدتش، واتهموا عاطف الطيب بالخيانه هو ونور الشريف وباقي فريق العمل، وقالوا ان شخصيه ناجي العلي في الفيلم بتسيء لمصر من خلال رسوماته. وكان الهجوم على نور الشريف وعاطف الطيب اكبر مما تتخيل، وهاجمهم الكاتب الصحفي ابراهيم سعده على صفحات الجرائد، وقال عنهم ان هم خونه باعوا البلد بالدولارات، وبقت الاتهامات نازله ترف عليهم على صفحات الجرائد. ومش كده وبس، ده بعض اصحابهم قطعوهم واعتبروهم ان هم خونه واتبروا منهم، وقالوا ان نور الشريف وقتها اتدفع له 3 مليون جنيه علشان يعمل الفيلم ده. وقال ان الرئيس الفلسطيني وقتها ياسر عرفات كلم حسني مبارك وقال له امنع عرض الفيلم في مهرجان القاهره السينمائي. واللي اتدخل وقتها وانقذهم من كل الهجوم ده كان الدكتور اسامه الباز مدير مكتب الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، واللي قدر يقنع مبارك ان الفيلم ما فيهوش اي اساءه لا لمصر ولا لفلسطين، وتوافق على عرض الفيلم. ومجرد عرضه اتشن عليهم هجوم من اول وجديد، وتوقف عرض الفيلم اللي ما كملش اسبوعين في السينمات، لان اصحاب السينما نفسهم خافوا من رد فعل الجمهور. وبعض الدول العربيه رفضت من الاساس عرض الفيلم عندها وقطعوا كل فريق العمل، وفضل الفيلم ممنوع من العرض لمده 22 عام. ودي كانت من اصعب الاحداث اللي مر بيها عاطف الطيب في حياته. بس مش دي المشكله الوحيده اللي واجهت الطيب في حياته، كانت مشكله مرضه بالقلب الناتجه عن اصابته وهو صغير بحمى روماتيزميه، وعلشان ما تعالجش منها كويس سببت له مشكله كبيره في القلب لما كبر. وفي عام 1995 وهو بيصور فيلم جبر الخواطر للفنانه شريهان اتعرض لازمه مرضيه كبيره، وكان المفروض يسافر لالمانيا للعلاج على نفقه الدوله، لكن رفض وقال ان الفقراء احق منه من العلاج ده، واقنعوا احد الاطباء انه يعمل العمليه في مصر وانه مفيش داعي لسفره بره. وقرر عاطف الطيب انه يعمل العمليه في مصر، وتم تحديد ميعادها يوم 23 يونيو عام 1995، ولكن توفى عاطف الطيب اثناء اجراء العمليه، ويقال انه حدث خطأ طبي اثناء العمليه ادى الى وفاته. مستنيه تعليقاتكم عن الحلقه في الكومنتات ومتابعتكم على الفيسبوك والانستجرام. كنتم مع شيماء اسماعيل.